بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر المحجلين، سفن النجاة وحبل الله المتين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوا على المصطفى المختار وآله الأطهار. أكثروا من الصلاة على النبي وآله الليلة الجمعة، والله يجعلنا وإياكم ممن يداوم على الصلاة على النبي وآله وممن يذكر الله كثيرا. طبعا حديثنا الليلة إن شاء الله سيكون حديثا من القلب إلى القلب. طبعا هذا الدرس إن شاء الله أو هذا الحديث بيكون إن شاء الله نافعا لمن هو مقبل على الزواج، وكذلك للزوجين المتزوجون. وأنا أيضا أنصح نفسي قبل أن أنصحكم، لأن الإنسان سبحان الله ربما يغفل، ربما يقصر في بعض الأمور، ربما يظلم وهو لا يعلم. فالإنسان يذكر نفسه قبل الناس، ينصح نفسه قبل ينصح الناس، على أساس لأنك أنت إذا قال لك الشاعر: ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. حقيقة أن نساءنا وزوجاتنا يتحملون منا أشياء واجد. بعض التصرفات من الرجال لا تطاق يا أخي، لا تطاق. ولذلك وجب على الإنسان أنه يكون ميزان عدل. وفي بعض الأحيان على قولتهم سدد وقارب، لا تفك كل الأمور وتخليها بدون قيد، وكذلك لا تمسك كل الإمساك وتكون غليظا شديدا، لا، بالحق. طيب، إيش الميزان اللي ممكن أني أحتكم إليه حتى أكون على طريق الحق؟ ميزان الشرع، ما قال الله وقال الرسول وقال له أهل البيت، وأنا قد علمتكم القرآن، أهل البيت عليهم الصلوات والسلام، والصلاة. هذه ثلاثة تنجيك في جميع أمور حياتك. طيب، الله سبحانه يقول في كتابه الكريم: وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، الله سبحانه رقيب في كل حرف، في حركاتك، في سكناتك، في تصرفاتك كلها. فأنت، وهذه مسألة مهمة جدا، مسؤول مسؤولية تامة حتى عن الألفاظ التي تخرج منك. مثلا والله جاك واحد وقال لك وأنا أحذر من هذا الأمر أصلا. قال: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا قلت أنا مثلا والله جاك واحد وسألك في مسألة شرعية أنت لا تعرف حكمها أو ما أنت متأكد منها، قلت والله إيه نعم يجوز لك كذا كذا، من اللي قال لك؟ والله قال لي الفقيه الفلاني، ويعتبرها عادية، يروح ذاك يمشي على حكمك ويطلع حكمك خاطئ، ربما أودت بك إلى 70 خريفا في قعر جهنم وأنت ما تعلم. احنا رب كلمة ما التفت لها صاحبها، ما شافها بشيء. ولذلك نحن الليلة نتكلم عن العلاقة الطبيعية اللي مفروض تسود بين الزوج والزوجة، لأن الآن اللي صاير خالطين الدنيا كلها. بعضهم تأخذ دينها من واحد مجهول في تويتر لا قيمة له ولا يعرف حتى، والثاني يأخذ دينه من شلة الطاقة. تخيل والآن طلعوا حتى الرقصات وذوات الأخلاق الرديئة أصبحوا الآن حتى يتكلمون في الدين وفي القرآن وبكل وقاحة وجرأة وبكل صفاقة. وبالتالي الآن اختلط الحابل بالنابل، ولم الواحد لم يعرف الناس الآن عندهم مشكلة. هذه المشكلة قبل أن
وما عمرك سمعت صوته ولا تعرف طريقته ولا تعرف، لأن الناس مهما كان لا يمكن شخص يقدر يخدع الناس طول الوقت، لا يمكن، لأنك إذا تحدثت تعرفوك الناس حتى لو كان ما عندهم العلم صفر. الناس فيهم الأذكياء وفيهم الحكماء وفيهم العقلاء، بيعرف الرجال ذا ويش هو. ولذلك قال سقراط: تكلم حتى أراك. طيب، بالنسبة للزواج، الله سبحانه يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من السكينة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الزوج أو الزوجة، الله سبحانه قال: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هم تعتبر يعني وسيلة للسكينة وللراحة وللطمأنينة. وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني لازم يكون هناك تراحم ورحمة بين الأزواج، سواء اللي متزوجين، اللي مقبل على الزواج، اللي مقبلة على الزواج، لازم تكون فيه مودة وفيه رحمة. لأن بعض الزوجات ما ترحم: أبغاك تسفرني، أبغاك توديني، أبغى أسوي مثل فلانة، أبغى أروح المكان الفلاني، أبغى أشتري الحاجة الفلانية، ثم تثقل كاهل الزوج بما لا يحتمل، وتنسى كل مسؤولياتها وواجباتها تجاه زوجها وحتى أبنائها. تكون أنانية خبيثة الفكر والرأي وتتبع كل ناعق. لأن ذا الحين ظهرت عليك طوائف وفئات، كلنا الآن قام يدلي بدلوه ويتكلم حتى الرويبضات والسفهاء اللي ما كان الناس يطيقون النظر إليهم. افتحوا حسابات، سووا خزي معين أو رقصة معينة أو أي كان واشتهروا. وسبحان الله في ناس والعرب يعني قالت: ولكل مقام مقال. لكل مقام مقال. يعني مثلا الناس الأكارم الطيبون الأذكياء أنا أتعامل معهم بكامل الاحترام، ويعرفون الشباب في الخاصة أنا كيف أتعامل معهم بكل احترام ورقي. فأنت لما تشوفني أنا أتكلم، أنتم ما تدرون أنا وش قد واجهت. أنا كنت أحارب عبدة شيطان يعبدون شيطان يسمونه لوسيفر. أنتم ترى مع تيارات ما تدرون عنها، تخترق الأبناء وتخترق البنات، بعضهم حتى أبناء فقهاء ما يدري الفقيه ذا رايح وما يدري عن عواله ولا أولاده. تويتر الآن ووسائل التواصل والسناب والتيك توك، هذا التطبيق الحقير. لذلك الشدة والحزم مع هؤلاء. تكلم عن الحين شلة الطاقة ذي دمرت العالم، ذي بنت فلانة بنت فلان الكراع ما أدري وش اسمها، عندها عشرات الألوف من الأنعام السائبة اللي يتبعونها ويصدقونها، هي اللي تعطيهم الحمل وهي اللي ترزقهم، والعياذ بالله في بالهم كذا. هذه اللات والعزى هذه أصنام، ما عاد يعبدون هؤلاء من دون الله. وين الدعاء يا رجل؟ افتح الصحيفة يا أخي، افتح الصحيفة، شوف كيف الأدعية كيف تدعو، كلها ابتهال وتضرع لله سبحانه وتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لله. إيش هذا؟ جينا عند واحدة ادخلي في الجروب الفلاني يدفعي 200، وادخلي في الجروب الفلاني يدفعي 100. الاستشارة ب20 ريال. هي لو فيها خير وتجذب شيء كان جذبت مثلا 100 مليون نفسها وخلاص، فكت نفسها من ذا هذا.
واحدة تدور 20 و200 ريال هي اللي بتجيب لكم ملايين والآلاف، وتخلي ذي تحمل وبتخلي ذي شو اسمه تزوج. وواحدة تخيل وصل المرحلة ان واحدة جايتها تقولها انا سويت طبقت الطريقة حقك وطردت فلان لا يخطب فيه فلانة وراح وتركها وتبغى يجيها. هذا جنون يا جماعة، هذا جنون. ولذلك هؤلاء السفيهات يجب أن يؤخذ على أيديهم. اللي عندها شو اسمه اللي عندها واحدة مثل ذي، هذه يستخدم مع الشدة. هذه يحجر عليها لأنها سفيهة مجنونة، هذه ليست بكامل قواها العقلية. وبالتالي احنا ما نبغى نرجع لموضوعنا. وبالتالي يقول الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني لازم تكون فيه مودة بين الزوجين، حتى الزوج مطلوب منها الرحمة. يعني والله بعض الأزواج ذا الحين قاطن كل شيء على ذا المرأة، تربية الأبناء، التدريس، التعليم. طيب ما في مشكلة، تربي الأبناء وتدرسهم وكل شيء. طيب أنت دورك. وفوق ذا كله بعض الأبناء خلاص اللي واصل عمره 12 يعني بعضهم قد عمره حتى 20 ما تقدر عليهم. هذا ما بالله دواج، إما دواج في الكوفيهات كأنه مراهق، ولا دواج في الاستراحات ويتصل على خلق الله عندكم بيلوة الليلة أنا جايكم، والولد تايه وهو ضايع. ولذلك المسؤولية لازم فيه. وين الرحمة؟ وين المودة؟ وين السكينة؟ وذاك العالم الآن يعيشون في اضطراب، ويروح إذا صار في شيء ولا صار في الولد شيء قال جانا عين. جاك عين على إيش يا إيش؟ يعني إيش العين يا أينشتاين؟ إيش يجيك عين ليه؟ يعني هذا من غير طبعا المعالجين اللي دمروا الناس، هذا بنأتي إليهم إن شاء الله. فلذلك مطلوب التواد، مطلوب الرحمة في الأسرة كلها. لأن حتى بعض البنات الآن يعني والأولاد معزولين تماما عن أمهم وبيهم، معزولين، ما في تواصل. جبهم جاء تعالوا تقول تعالوا اخرجوا من هذه الغرف، من هذه الكانتونات المصغرة. وين هذول عايشين عالم آخر؟ ادخل اجلسوا جلسة طبيعية، هات زوجتك، هات أولادك، بناتك، خلهم يجلسون معك، سولف معهم، افتح موضوع. حتى لو انك عاهة ما تعرف تسولف، عادي افتح اي موضوع عادي. خذ قناة التليجرام كذا اقرأ واستمع، او روح اليوتيوب استمع لأي واحد عنده موضوع افهمها شوي، خذ رؤوس أقلام، سولف مع أولادك فيما يفيد، فيما يفيد. مثلا والله سولف معهم عن شو اسمه حليمة السعدية، علي كلمهم قول هذه حليمة بنت عبد الله من سعد بن بكر بن هواز. سولف أنت وياهم، علمهم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني حلت البركة عليهم بعد أن كانوا في فقر وجوع شديد، وكانت غنمهم يعني فيها هزال، فلما أتى الرسول. وهكذا تحببهم برسول الله، تحببهم بسيرته. وهذه سنأتي عليها إن شاء الله مع المنهج إن شاء الله. سأقول لكم يعني سنذكر لكم هذه الحوادث كلها إن شاء الله. طيب، فإذا لازم يكون فيه مودة، فيه جمعة، فيه رحمة، فيه يعني على الأقل حتى على مستوى الأسرة الصغيرة. أما بالنسبة للزواج الآن طالع لك سالفة ذلك، ويش أن الناس استسهلوا سالفة الزنا والفواحش. يعني الشباب ذا الحين، وهذه الطامة الكبرى، من كثر ما هم يتبادلون المواد الإباحية خلاص صار عنده نوع من العزوف عن الزواج. ليه؟ سبب استسهال الزنا. تخيل انه يقول لك خلاص يعني سبحان الله، وتجد سبحان الله في كرب وفي ضيق دائم، أو تجد صحته مهترئة. صاحب هذه الوسخات، أنا ما لقيت رجال، أنا ما أسميهم رجال، من أصحاب هذه الفواحش والله ما لقيته إلا معتل الجسم أو الفكر. ما حصلت واحد، وإلا إما فقير وإما أن المصائب تهل على رأسه، لأن هذا الذنب بالذات يحوط عليك. وهم لو عرفوا الشرع وقول رسول الله وأهل بيته ما كان تأخروا في الزواج. أنا أتكلم عن المقتدر. الله سبحانه وش يقول؟ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا. الله خلقكم للزواج،
ووظيفتكم الأساسية العبادة. رسول الله يقول لك عليه صلوات الله وسلامه على أهل بيته الطيبين الطاهرين: من أحب أن يكون على فطرتي فليستنى بسنتي، فإن من سنة النكاح أي الزواج. لا تقول والله أنا بجلس لين يعني ليه 35. ليه 35؟ قدك شايب ذمه، قدك شايب خلاص، ما عاد فيك حيل، حتى الإنجاب يصير صعب شوية. فليش تنتظر لي 35؟ أبغى والله استمتع بحياتي. كيف تستمتع بحياتك؟ يقصد الزنا، يبغى يسافر، يروح لله يكرمكم للبيارات الله يكرمكم، ويدفع عليها الفلوس ويأتي بالحرام، ومع ذلك تجده في ضنك وفي ضيق شديد، ودائم هو مكتئب، لأن هذا الحرام. رسول الله قال: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتعفف بزوجه. شفت تخيل أنك تكون طاهر مطهر إذا تعففت بزوجه. يعني جاء واحد وقال: أنا والله شاب وفيني طاقة وموجودة عندي القدرة، خلاص جات مشكلة الجوال مرة ثانية قام يقطع. طيب أنا عندي القدرة، أنت كشاب، أنت يا الشاب اللي تسمعني الآن، أنت عادك صغير وعندك القدرة وعندك إيش أنت تنتظر؟ ألا تريد أن تكون طاهرا مطهرا؟ أقبل إلى الزواج، تزوج، أخطب من إن شاء الله من بكرة تصلي الجمعة تقول أبا فلان الفلانية. طيب الإمام علي يقول أصلا كل شخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كل من تزوج قال كمل دينه، يكمل دينك. بل إنه عليه صلوات الله وسلامه قال: ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه، قام يضجج يقول هذا الشيطان: يا ويلاه عصم هذا مني ثلثي دينه. تخيل، ثلثي دينه تعصم، يقول الشيطان إن عصم منه ثلثين، وإيش اللي بقى الثلث. هذا الحديث بالذات يا شباب، لا يغرك المفسد اللي يدز لك الصور، شوف الفلانة خلنا نروح المغرب، خلنا نروح هذا. قسما بالله العظيم إن هذه أخطر فاحشة، وإنك ما تشوف الرزق ولا التوفيق. ولو تدعو الله بالليل والنهار وأنت زاني أبد ما يمكن تشوف التوفيق. الزنا بالذات. فأقبل على الزواج. إيش اللي ردك الآن؟ المصيبة الكارثة الحين متزوجين، إحنا جايينهم إن شاء الله. طيب الحديث هذا أنا أبغيك تحفظه، يعني بكرر لك عشان تستوعب الكلام. ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه، يقول: يا ويلاه عصم هذا مني ثلثي دينه، فليتق الله العبد في الثلث الباقي. خلاص ما عاد باقي لك إلا الثلث الباقي. طيب أنا وش أسوي في الثلث الباقي؟ ألتزم بدعائم الإسلام السبع: الولاية، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد. احفظها كذا بالتوالي، وكلها إن شاء الله سنأتي إليها إن شاء الله. طيب فبقي لك الآن أنك كشاب تقبل إلى الزواج. طيب أنت الآن تبغى تتزوج وتزوجت وجاكم أولاد، تدري أن أهل البيت حتى في دخولك على امرأتك علموك كيف تتكلم وكيف تسوي، وحتى في طريقة يعني أدق التفاصيل، وصفوا كل شيء عليهم صلوات الله وسلامه، عشان تعرفون أن بعض الناس أنك ما أنت محتاج مصادر معرفة أخرى. خل مصدرك المعرفي والشرعي الوحيد هو ما قال الله وقال الرسول وقال أهل البيت عليهم صلوات الله وسلامه. قال الإمام علي، قال الإمام الباقر، قال الإمام جعفر الصادق عليهم صلوات. بعض الناس يقول والله أنا والله بتبتل وبزهد وبصير عابد ولا أبغى النساء. أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، لأنه نهى عن الترهب، قال: لا رهبانية في الإسلام. ما يصير أنت تتألف من راسك. وقال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وكذلك يعني بعض النساء تحسب أن التبت، لا، وجب عليك الزواج. إذا أتاك الزوج الصالح وجاء النصيب توكل على الله. بعضهم الآن مشغولة بالأبراج،
بسبة شو اسمه ذا، سبير العجايز. أنت والله يا العقرب وأنت تقرب من شريكك العاطفي. من هو شريك العاطفي؟ من هو شريك العاطفي؟ من هو؟ من الشريك العاطفي؟ ما في شريك عاطفي قبل الزواج، والشريك العاطفي بعد الزواج الزوج أو الزوجة فقط. لأن الكارثة الكبرى الحين بعضهم ما يتزوج، يعني والله أشوفوا لي برجه الخاطب. شو تبغى تشوف برجه؟ برج الدلو، برجي العقرب. إيه لازم، لا لازم واحد برجه التبقاط، لازم برجه بقيط أو برج تسحيب الجوالين أساس يركب على رأسها. فأنتم مع يعني هذا اللغط، أي شيء لم يرد عن أهل البيت لا تتبعونه. هذه كلها خرافات، كلها تخمينات. أنا بكرة أقدر أسوي، أنا أقدر أسوي حساب بكرة أخلي ذا ضرابة نجران أضرب بها الأرض، لأنه ما عنده أصلا حتى يعني طريقته في الإلقاء أصلا أشفط عليه، أخلي الناس. بس هذا حرام، هذا حرام. من غشنا فليس منا، ومن رغب عن سنتي فليس مني. يعني تخيل أن رسول الله يتبرأ من شخص لا يتبع سنته عليه صلوات الله وسلامه، والأبراج ليست من سنة. تدري من تعظيم الإسلام وتقديمه للمرأة أن حتى اللي يبغى يتزوج مثلا بعضهم الآن يكفهر وجهه إذا جاء بنت، والعياذ بالله. هذا مالك شغل فيه. ويحسبون أفعال بعض الناس أو بعض الرجال يحسبونها على الإسلام، والإسلام براء من هذا الأمر. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية. ما قال ولد. تخيل يعني أنت إذا كانت المرأة جاءت أول بكر المرأة، أول مولود لك كان بنت، هذا دليل على أن هذه المرأة ميمونة مباركة وأن الخير في وجهها. تخيل أن بعض الناس الحين طالع لك ويقول الإسلام يسيء للمرأة. هذول النسويات، هذول ملحدات، الوضيعات الحقيرات، ملحدات كافرات بالله. كيف تبون يتكلمون؟ والله ما ودي أطول في الحديث، لكن الأدلة واجد. ودي يعني من بعض الناس ودي أبين يعني حتى أنه ساوى بين الرجل والمرأة حتى في كل شيء، حتى في الجماع. تخيل يوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الرجل المؤمن على امرأته المؤمنة اكتنفه الملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله. تخيل إذا اجتمع الرجل ثم راح لامرأته وجرى بينهما ما يجري بين الزوجان، كأنه مجاهد في سبيل الله ويكتنفه ملكان. راح أعلمكم كيف الإنسان يعني كيف تدخل على أهلك. فإذا فرغ منها، اسمع، تحاتت عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر أوان سقوطه. الله أكبر. فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب. الله، يعني مرتك الآن سبيل وطريق للخير ولأن تتخلص من ذنوبك. يعني الله، شوف إكرام المرأة. شوف بعد وش قال: فقالت امرأة في نفس الوقت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا للرجال فما للنساء؟ فاسمع ماذا قال عليه صلوات الله وسلامه. قال: هي إذا حملت كتب الله لها أجر الصائم القائم. اسمعوا يا نساء، اللي بعضهم تقول لا أنا والله ما بي أحمل ذا الحين، ما تبغى تحمل، أبى أعيش حياتي. اسمع، أنا أتكلم الصالحات. أما المعاقات اللي يأخذونها من أم أكواب فخمة، اللي تقول كنا نشرب في أكواب جبن، بعدين الحين قد نشرب في أكواب فخمة، اللي يدلك أن أسلوبها رخيص وإنها محدثة نعمة وتافهة. كيف تحطونها مستشارة ذي؟ ولا تطري الله سبحانه ولا أهل البيت أبد. كذا كلام فقال من راسها يلا وتطلق. شوف، فقالت امرأة اسمع هذا الكلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا للرجال فما للنساء؟ قال: هي إذا حملت كتب الله لها أجر الصائم القائم. يلي تأخذين حبوب من حامل الله يخرب عقولكم. طيب، كتب لها أجر الصائم القائم. تخيل بس تحملين أنت ليش أجر الصائم القائم إذا كنت مؤمنة صالحة طيبة مع زوجك. فإذا أخذها الطلق
لم يدري ما لها من الأجر إلا الله. يا الله، سبحان الله، مستوعبين يا جماعة؟ فإذا وضعت كتب الله لها بكل مصة، ويقصد الرضاع، حسنة ومحى عنها سيئة. يا أهل الرضاعات. وقال النفساء إذا ماتت من نفاسها قامت يوم القيامة بغير حساب لأنها تموت بغمها. الله. طيب بعض الأزواج يعني دائما يعني بينه وبين زوجته جفاء أو انعدام المودة، ولذلك القرآن اشترط المودة، لازم بينكم مودة. طيب كيف تصير ذا المودة؟ أول شيء لا تدخل أهلك ولا أهلها في حياتكم الشخصية، لأن من يوم تدخلون ذا الفئتين اعتبر حياتك مدمرة. تدري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جاء عثمان بن مضعون وقال له يعني كان يبغى يترهبن، ونهاه رسول الله عن الرهبانية، وقال له هممت أن أحرم خولة على نفسي، يقولها له يقصد امرته. قال لا تفعل يا عثمان. شوف الآن، فإن العبد إذا اتخذ بيد زوجته كتب الله له عز وجل 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. شوف، إذا جيت زوجتك ومسكتها بيدها كتب لك 10 حسنات محى عنك 10 سيئات، بس تمسكها بيدها بس، ما حتى لو انكم زعلانين جيتها مسكتها وهذه نيتك. يا جماعة حسنات، المرأة جعلها طريق الخير، تمسكها 10 حسنات وطاحت عنك 10 سيئات. فإن قبلها كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، فإن ألم بها كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة وحضرتهما الملائكة. وإذا اغتسلا لم يمر الماء على شعرة من كل واحد منهما إلا كتب الله لهما حسنة ومحى عنهما سيئة بكل شعرة، فإن كان ذلك في ليلة باردة قال الله تعالى للملائكة انظروا إلى عبدين هذين اغتسلا في هذه الليلة الباردة علما منهما أني ربهما أشهدكم أني قد غفرت لهما، فإن كان لهما في وقعتهما تلك ولد، يعني كتب لهم ولد، كان لهما وصيفا في الجنة، خاصة في الليالي الباردة واللي يروح يغتسل، لأن بعض الناس يتكاسل. تذكرون درس غسل الجنابة؟ ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده على صدر عثمان وقال يا عثمان، يضرب على صدره، لا ترغب عن سنتي، فإن من رغب عن سنتي عرضت له الملائكة يوم القيامة، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عرضت له الملائكة يوم القيامة فصرفت وجهه عن حوضي، أعوذ بالله ممن كان هذا حاله. رسول يقول يا أيها الناس تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، وخير النساء الودود الولود. ثم ماذا قال؟ قال ولا تنكحوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع. فعلا، وأنت تشوفونهم الآن، تشوفونهم في المجتمع الآن، شوف الحمقاء تجدها مشغولة بربع، عندها جروبات، داخله جروب حمل، وداخله جروب أبراج، وداخله جروب تبقاط، وداخله جروب وتوزع، تقسم من ذا الفلوس، يلا هذه 200 ودي 100 ودي 100. طبعا الدجالات ذول الحقيرات أصحاب الأكواب الفخمة. احنا كنا نشرب بقلاص كوب جبن، وقلت احنا نشرب بأكواب فخمة. طيب أنا أشرب كوب جبن، أنا ما يهناني شاي إلا بكوب الجبن لذا الحين. يعني إيش يعني هذه يعني إنش غنية يا تافهة؟ ما أعرف كيف الناس يأخذون استشارات من ذا الحقيرات. أصلا مجرد كلمة هذه تخلي الناس يشطبون عليها خلاص. وبالتالي هذا يعني كيف تأخذ دينك، حياتك، دخلين. يعني أنت كامرأة أنت أعرف بزوجك، أعرف طريقته، أعرف حياته. يعني مثلا أنت عندك زوج مثلا والله في غيرة، محب لأبنائه، طيب، نيته طيبة، مخلص، يصرف على البيت، يحتوي عائلته، لكنه يسافر برا. هذه تقول جاتها واحدة وقالت وأنتم عايشين والله، قالت ما زوج ذا ما يسفرش، فاشتغلت، مع أنهم كانوا عايشين ومرتاحين والحياة الطبيعية. ترى الحياة الطبيعية وشي كلنا نفس الشيء. يداوم الإنسان
يرجع، ولما عود تغدى، جلس شوي، ينام العصر يمكن ما ينام، ياخذ له قيلولة أو إنه يتقهوى. طيب إيش اللي يخلي الناس يعني دائما فيه اضطرابات في العلاقة بين الزوجين، فيه مشاكل، فيه دنيا؟ ترى الشياطين تساهم في هذا الأمر. لما يكون بيتك شغال بالأغاني والشيلات والطربيات وكل ملتهي، هذا أيضا يدخل فيه الشيطان يوسوس بينكم، من الشياطين الإنس والجن. ولذلك أنا أقول لكم صلاة الفجر هذه، وأنك إذا قلت في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كانت لك حصنا طوال هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 3. ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فبدأت تعيش في كدر وفي ضيق وفي كدر. ليه؟ لأنك معرض عن الذكر. إيش الحل؟ الحل الذكر والمودة. لما جيت اجلس جنب امرتك. ترى المرأة يعني دائما أنا أحمل الرجل المسؤولية الأكبر تجاه زوجته. يعني إذا جلست حاول أنك، أنا والله أقع في هذا الخطأ. ترى أنا ماني مثالي، أنا ماني بجاي أسوق المثالية مثل المصاليخ المشاهير، لا والله أنا أقع في مشاكل وأقع في أخطاء وغلط، لكن أوصي نفسي وأوصيكم. يعني تجي تجلس مع زوجتك، تتكلم معها بالكلام الطيب، تحاول أنك إذا أخطأت تعتذر، تقول أنا والله أخطأت في المكان الفلاني. هذه تسبب مودة ورحمة اللي أمر بها الله. تجلس معهم. الأمر الآخر تنصح. كيف؟ لازم أنك تكون كرجل تنصح. احذروا من المشهور الفلاني، احذروا من صاحبة الطاقة الأبراج. البارحة تقابلت أنا وناس من أقاربي وكذا، وكانوا مجموعة يعني، جلست ونصحتهم تحذروا من الضرب واحذروا من الطاقة، والضرب هذا دجل، تكذب على فلانة وفلانة. طبعا أنا جبتها بطريقة فكاهية عشان يتقبلونها الناس، لأن المتجهم ذا ما يأخذون منه الناس يعني كذا، سبحان الله. فجعلتها بضحك. ثم قبلت الوحدة قالت أنت بيجيش الحوق الفلاني وما أدري وين، وفي هنا رجال يلوحلش في رجله اليسار ما أدري وين تحت عرقوبة مارية، ويلوحلش بالخير. لما عودت تلفع فمع الزوج، فطلع الضرب إنه كذب، خذها بالعكس. قام يضحكون وكذا. قلت ها خلوا منكم الضرب، لأن هذه من الوسائل الشعوذة اللي يدخل فيها الشيطان، لأن ما فيها خير أبدا. فأنت دائما قدم النصح، عشان مرات في ناس يدخلون مثل الشياطين، وراح أتكلم عنهم الآن. لكن قبل أن أتكلم عن هؤلاء الشياطين، أريد أن أخبركم كيف أن المرأة جعلها الإسلام طريقا للحسنات ومحو السيئات وللخير كله. حتى مسكة يدها زوجتك فيها حسنات. يا الله، عجيب هذا الأمر والله العظيم يا جماعة. والمشكلة ما حد يتكلم فيه، ما حد يتكلم فيه. هذا كنز، هذا أصلا يعني حتى ممكن يؤدي إلى صلاح كثير من المشاكل. وربما يعني مثلا واحدة الحين، يعني مثلا واحدة تقول أنا يعني سبحان الله دائما ذا الزوج مولي طالع. طيب الناس فيهم بذرة خير، كيف أنا أرجع الزوج ذا البيت؟ أرجع عن طريق هذه الأدلة اللي لو سمعها كذا يفكر، يقول يا أخي خلنا نروح لزوجتي، يقول خلنا نروح أمسك إيدها أقبلها. منها أني أنشر المودة والرأفة والرحمة في البيت ويرتاح البيت كله، ومنها أني يعني أخذ حسنات. خلاص عندي دليل واضح لا يقبل الشك، حسنات قدامي، ليه أني ما استغلها يا أخي؟ وحلالي، وفوق ذا كله بتحسن حياتي، أبرتاح يا أخي. سبحان الله، عجيب أمر هؤلاء. فشوف الشرع يعني، عندك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وصراحة كلنا يا ذا الرجال فينا جلافة شوي، يعني خلنا نتكلم بصراحة. بالتالي الشرع يرقق القلوب، يخليك إنسان لطيف شوي. احنا تربيتنا كذا قوية وقاسية متوحشة، حيود وسناطير
ومراصيع وعجاري وحياة كذا، حياة غابة يا أخي، تحس إنك كذا لا إله إلا الله وحش. فلازم كذا تهذب نفسك شوي. والرسول وصى بالنساء، قال أوصيكم بالنساء خيرا، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه، وعلى البيت الطيبين الطاهرين. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير. هذا الشرع، نتكلم عن الشرع، ما أتكلم عن تصرفاتنا كرجال. حنا صراحة طبعنا وطريقتنا يغلب علينا الخشونة، أتكلم صراحة، أنا أولكم أنا، يعني خلينا نقول صريحين، لأنك أنت إذا الإنسان تكلمت بالحق الناس تقبلوه منك. أما تسوي لي مثالية يعني أنا طالع لك الحين مشاهير، شوفوا أي واحد تجدونه كذا يرقق صوته ويتكلم وكل شيء مميل مع المرأة، هذا ما هو مضبوط. تكلم في إطار الشرع فقط، قال الله قال الرسول، لأن هؤلاء الأراذل لا يستأمنون على شيء، اللي ربع البساكيت والسنتوبات. أي واحد، خذوها قاعدة، يأخذ أجر على ما يقدمه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فهذا شخص وضيع. كيف مباشر؟ أنه يأخذ أموال من الناس، مثل الكراعدي اللي افتنت الناس، صارت مثل الأصنام كاللاتي والعزى والعياذ بالله. أو مثل اللي يسوي إعلانات، هذا حقير، لا تستأمن في شيء مهما كان محتواه، لو انه يعني يقرأ لك القرآن. طيب ما دام يأخذ أجر يسوي إعلانات فهذا وضيع ولا قيمة له، وهذا شخص تافه لا تأخذ منه صرفا ولا عدلا ولا يؤتمن. هذا لا أمانة له ولا مروءة، لأن هذه من خوارم المروءة. طيب الأمر الآخر الالتزام بالصلاة، لازم، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلازم أنت تصلي وزوجتك تصلي وأولادك إذا بلغوا 7 و10 تأمرهم بالصلاة. الأغاني والشيلات يا جماعة، درقن يا لا ما أدري وين. الأمر الآخر المهم، الآن ندخل في بعض الناس حتى لو كان من أقاربك يتحول إلى شيطان. يعني مثلا واحدة عايشة مع زوجها ومرتاحة ولا عندهم خلاف وأمورهم طيبة وماشيين حياتهم حياة طبيعية، تقوم أختها وتخدي شيطان، تقعد توسوس في ذنها، هذا ما يسويه بش، هذا ما يسفرش، ما شرى لش ذهب، ما سوابش، وش ذا البيت، وش ذا الأثاث، وش ذا المكان، حتى السيارة تدخل في سيارة الرجال، وش كم شكلك مبهذل، وهي أصلا ربما تكون عدوة لأختها. هذه عداوة، هدم بيت الأخت عداوة. وبعضهم طلقت أختها، تسببت لين تطلقت أختها وهي كانت مرتاحة، ثم تندمت هذه المطلقة، ثم جلست يعني سنين طويلة وهي لا زوج ولا حياة، وضاع عليها تشرد الأولاد بسبب هذه، والزوج راح تزوج واحدة ثانية وراح. ليه؟ بسبب هذه الحقيرة الشيطانة. ولذلك السفيهة التي لا قيمة لها، أول شيء فلا عندها دائما، اللي ما عنده فقه ولا شرع لا تأخذ منه شيئا ولا تستشيره، غير مؤتمن، خاصة إذا كانت استشارته هد. فلما تجي الأخت خلاص مفروض تنهى هذه، تقول ما للشغل، خليش في شغلش وفي شؤونش ولا للشغل، أنت مجنونة مصروعة، هذه مفروض ما تدخلين. هي تقول لها كذا، لأن المرأة أدرى بزوجها وأدرى بحياتها ومرتاحة ودامها مرتاح. شفتوا الروتين؟ لأن في بعض الناس والله العظيم يا جماعة صارت مع ناس كان يقول أنا خلاص مليت من الروتين، مليت. تدري الروتين ذا اللي أنت تقول كل يوم نفس الشيء، مجرد أنه يمر عليك يوم ثاني ثالث، ما مرت عليك أهوال، ما مرت عليك بلاوي، ما مر عليك قتل، ما مر عليك سجن، ما مر عليك تشريد مثل الأمم اللي حولكم. شوفوا سوريا، شوفوا العراق، شوفوا البلاوي ذي، يتمنون حياتكم، يتمنونها حياتكم ذي، يعتبرونها يعني إيش أقول لك، أمنية العمر. هذا يقول لك الروتين هذا هو السعادة. شفت الروتين اللي تقول كل يوم نفس الشيء هو السعادة. لكن النعمة، الإنسان لما أنفقع من النعمة ما يحمد الله سبحانه. وبالتالي ترى حياتك حياة طبيعية ومرتاح. السعادة إنه يمر عليك اليوم وأنت مرتاح البال،
تنام قرير العين، لا عندك مشكلة ولا ذي ولا تك. وكذلك الزوجة. لكن بعض الناس تأثر بالأفلام، يبغى حياته تصير فيلم، يبغى حياته تصير فيلم. بعضهم تبغى بوراك حق التركي، تعيش الجو المكعبة، عايشة جوها من فقعة، قدر ضغط يفوح من العواطف الغلط. ثم تسمع ذا سبير العجايز يجي هو يقول والله يجب أن تتقرب من شريكك العاطفي، فهي تتخيل شريك مو موجود، وتبدأ المفاضلات مع أن زوجها صالح طيب محترم ما عنده خلاف. هذا أيضا من الشياطين، هذه الأشكال، لأن ما في شيء اسمه شريكك العاطفي، في زوج وزوجة كما أمر الله. أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل بينكم مودة ورحمة، هذا من التراحم أصلا، احترام الزوج. كذلك الزوج يعني الحين يشوف الصور ويشوف، وكل هذه الصور هذه كلها خدع، فوتوشوبات، والعاهرات اللي يعرضون أجسادهم ووساختهم والأماكن الحساسة، هذه كلها تصوير وفوتوشوب ومشدات. ما في أجمل من المرأة الصالحة الطبيعية اللي عندك. فيقعد يشبح يقول أنت ليش ما تضعفين، ويقعد يهين زوجته، هذا يجرح المرأة، هذه هي المرأة. حتى لو جاتك وقالت أنا يعني مثلا عبرت عن امتعاضها من جسمها أو من شكلها، قول بالعكس أنت أنا عاجبني الشكل ولا عندي خلاف ومن ذا الكلام، لأن هذا يسبب نفور، يحطم المرأة، يدمر عليك بيتك، يخليك دايم عايش في نكد، لأنها تأثر عليها الكلمة ذي. لأن بعض الناس الله يكرمكم، بعض الرجاجيل بهيمة، عينه دايما على الصور، دايم تلفونه مليان مؤخرات، الله يكرمكم. ولذلك أنا أحذر من المصاريخ السفلة الحثالة، لأن كل أمورهم خداع، كل أمورهم خداع وكذب وإظهار. يعني من بعضهم يظهر لك الآن، يعني الحين حتى بعض الشعراء ذولا أنا أسميهم شعراء المؤخرات، كل قصيدة ويوريك أنه الفاتن، الشاعر اللطيف اللي فاتن، هذا ترى يفتن الناس، هو من أسفل ومن أحقر ومن أرذل الناس، من أشباه الرجال وأعرفهم أنا. يجيك يظهر لك وأنا مدري وين وتغربت ومشتاق يا حبيبتي اللي راحت ولا عضوت، ما أدري، لأن ما حد يطيقه، كل من تعرف عليه دفل في وجهه وراح، خلاص مو متحملينه، فاهم؟ يظهر قدام الناس، وهذه تتابعه ومعجبة بشعره وتسمع وتبدأ تقارن، وزوجي ما يعرف يتكلم، وزوجي ما هو بشاعر، وزوجي ما تدري ان هذا واحد وضيع حقير. انا اعرف واحد سميه شاعر الأرداف، كل شعره في الأرداف، الله يكرمكم، هذا الوضيع وحسبونه لو عاد يضيق الثوب على جسمه ذا اللي الخرى ذا المكعب. فسبحان الله معجبين فيه وشايفين انه زين وانه مثالي، وهي لو تزوجت يعني زوجة هذا الشاعر تعاني الأمرين، لأنه صاحب زنا وصاحب وساخات. يبدو أنه عاد العمل مرة أخرى، فوصلنا للشيء. طبعا ليس الشعراء كلهم، ولكن أتكلم عن الشعراء الحقراء الذين يخببون النساء، تجد دائما يلمح للعلاقات وما عرف إيش، هو أصلا هو حتى ريحته فيه خنيز، فيه صنان. فلا تقارنين بزوجك أحد أبدا. ثم نأتي إلى مسألة مهمة. أولا مثل ما قلت الأخت لا تدخلين أختك، كذلك الزوج. سبحان الله بعض الأمهات متسلطات سواء على بنتها أو على ولدها. ليه؟ لها عدة عوامل. أول شيء بعض النسوان لما تشيخت مع فكت الشيخة ذي بركت على الناس، ثم مهبولة مصروعة، سبحان الله. والولد أو البنت يبغون يبرون بها، ما يدرون كيف يقولون بها، فإيش تسوي مع ولدها اللي متزوج؟ إيشكم كنت ما بالله مجحرين عند المرض ذي، إيشكم مدري وين، إيشكم ما حنشوفك. فإذا شافت ولدها صالح مع زوجته مرتاحين، الحياة الطبيعية اللي حنقول كلنا نفس الشيء، اشتغلت عليه، أنت عاق، أنت ما همك إلا المرأة، أنت مدري وين، ثم دخلت في راسه أن المرأة ساحرته. ولذلك أنا آلب ومناشف هذولا حقراء يا جماعة، يهدمون حتى البيوت.
فتروح تقول له اقلب من ولدي، اقلب. طبعا بوريكم ترى طريقة القلب كلها خداع وأوهام وخرابيط. يقولون الكشف، بعضهم يقول أكشف لك ب500 فتح كتاب، بوريكم الكتاب اللي هم يفتحون كله كلام فاضي. طيب فيقلبه يقول ولدش مسحور. راحت وقالت الولد وكان عايش مع زوجته ومرتاحين ومطمئنين وأمورهم طيبة وعندهم أولاد وعندهم ذرية. قالت يلا لازم أعالجك. وبدت الحرب وتدمير البيت، وبدت ذا الأم المتسلطة المتعجرفة. طبعا تحصلها مثلا يمكن كان زوجها غاطها ثم توفى شايبها، ثم انطلقت ذا العجوز الهريانة ما عاد عندها إلا أولادها تشتغل عليهم والعياذ بالله وتتحول إلى عدوه. وبالتالي للبنت إذا كانت أمها متسلطة طاعة الزوج عليك أولى منها، هذا في الشرع، لأن الله والإسلام أراد أن يحفظ الأسرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة زوجها مسافر وكان بها مريض، فقامت تستأذن رسول الله، يعني أرسلت له تقول أبا أروح يعني لبي مريض، فقال الزمي بيتك ما تطلعين إلا بإذن زوجك. شوف رسول الله ناوي لها الخير. فتوفي أبوها، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت له وأخبرته، فقال أخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها. شوفوا عظمة. ولذلك قال أبو مناشف هذول يقول لها لما قلب قال ولدش مسحور وهاش الحرز ذا وحطي كذا وبخريه ثم مدري وين واعزليه وبدأ الولد ثم افترق عن زوجته وحياتهم طبيعية، لأن عندهم هوس ومرض إنهم إذا شافوا اثنين مرتاحين طبيعي قالوا ساحرته. أنا قد قالوا إني مسحور، تخيلوا كيف عرفوا السحر؟ ولا شيء كذا، عشان شافوا ما في مشاكل، بس الله حياتنا وروتيننا الطبيعي اللي مثل باقي ذا العالم. والله العظيم يا جماعة هوس. أنا ما طيب بعض الأزواج يصير فيه الشكة في نفسه لما قالوا له جاء كل شوي مسحور، لا الناس يقولون لك مسحور فيك بلاء، هاشتك وقام وعذب زوجته. مسحور بالله مسحور، ساحرتني بطيبها، ساحرتني أنها تحملتني، ساحرتني منها. وفي أمور يعني لازم أن الإنسان يعرف. ولا ألعن من تسلط العجائز، تكون مكبوتة ثم تنطلق تعين الشيخة، لأن ولدها يكون بار ولطيف وما يقدر يكلمها فتدمر حياته، تستغل النقطة ذي تدوس عليه. هذه ما لها لا طاعة إلا في المعروف. لا لها ليه وش تبغى إيش سويت بش ذي؟ مفروض يكلمها كذا. لا يا ما يجوز، يا ما نفداش بالكلام الطيب، بس منه يعطيها يطلق لها العنان، هذه مشكلة ذي. كذلك البنت كل شوي متصلت على بنتها، أنت ما بالله تحت، أنت مستعبدش، أنت لا ما لها شغل. طاعة المرأة طاعتها لزوجها أولى من طاعتها لوالديها، وبالتالي تطيع زوجها، خاصة إذا كان الزوج حسن مع الأهل. ترى بعض النساء تسلط على ذل والعياذ بالله على بنتها، وبعضهم تعذب بنتها. هذه أحمقاء، هذه لا يعني مصيبة ذي. لأن تروح تقول أنت مسحورة، هذا مسحور، أنا معرف إيش. وبالتالي لازم أن الإنسان يتقي الله في نفسه. وأنت كزوج مفروض أنك تفصل. حتى خواتك الحين في بعض الأخوات أعوذ بالله شيطانة لعينة، تحاول ذا المرأة هنا مسكينة تلاطفهم وتكلمهم تحسن إليهم، ما فيهم طب. خلاص أنت كل رجل شخصيتك مستقلة وافصل بينهم، قول مالكم شغل في حياتي الشخصية، ودامها أحسنت إليكم ما تبونها خلاص مالكم شغل فيها، هذه بنت الناس وأنا رجال أنا اللي مسؤول عنها. هذا المفروض. الرجال لازم يكون لك شخصية. لا تجعل خواتك كل شوية من اتصلت عليك مدري وين حارشتك عودت وخربت حياتك أنت وزوجتك. فهذه من الأمور المهمة جدا، هذه من الأمور أكثر من يخلق المشاكل الأخوات والأمهات، شياطين على هيئة إنس. يعني يجب أن تعلم أن البر ليس إنك تروح تسيء لزوجتك وأنت مرتاح أن أنت وياها وهي محترمة وطايعتك وطيبة وصالحة عشان ترضي أمك. لا، أمك هي اللي غلطانة. أنا ما أقول روح لأمك وقول يا أما أنت على العين والرأس وأنت لك البر والاحترام والتقدير
ولكنك ظلمت هذه المرأة. لا قولي لا يا ولا أنا مسحور ولا شيء. لأن من أفسد الناس، أنا ليه أتكلم ما أنتم ما تدرون، لأني أعرف لها ارتدادات ولها مشاكل اللي يسوونها شلة المشعوذين اللي يسمون أعمارهم الدجالين، هذا من غير تحرشهم بالنساء ومن غير المشاكل. وأخطر هذه سالفة مسحور معيون، على أساس إن ذا نابليون بونابرت الأخ ذا اللي جاي ما اللي درى عنك أصلا وما اللي سحرك. زوجتك أصلا قد تبغى فرقاك، قدك مغذيها في البيت، تروح تسحرك عشان تلزها. يا أخي خلوا معكم عقول. والثاني يقول يعني والله لو انش دخلتي مع ذا الجروبات حقت الحمل كان قد حملتي. جعلت الحقيرة الدجالة السافلة ذي اللي تضحك على الناس تنهب أموالهم بالوهم، جعلتها وكأنها إله من دون الله والعياذ بالله، إنها هي اللي تعطي الحمل وهي اللي ترزق. ما انك تتعامل مع ايش تقول عنهم هؤلاء وتحارب ذا المرة. فهذه يعني الآن انتشر الحمق وانتشر السفة وانتشر يعني، فيجب على الإنسان أن يكون وقفة حازمة أمام هذا السفة، وأن يكون متزودا بالعلم وبالحزم وبالقوة. ترى ما يصير هذا غلط وهذا لا صح، تكون لك شخصية مستقلة. لأن مسحور هدمر البيت. وفلانة ليه طيعت ليه غادية عبد عنده، فهذه إيش اللي يصير فيها؟ ما تبغى تصير عبدة، لأن ما عندها شخصية، لأنها فاشلة، توجهها أختها أو أمها أو الأخرى. طيب إيش المشكلة؟ يمكن أنت خلاص الزوج ما هو بطايق أختش، يعني لازم يعني أنت زوجته ما هي بأختش، أختش تقعد في بيتها، خلاص تجي تزور، يعني لازم أن يتحفاها، يعني خلاص ما يبغى يتحفاها، ما يدانيها، مو داخله مزاجه، شكلها غلط بالنسبة له، خلاص إيش تبغى يسوي؟ ما لها دخل. في هذه مشاكل تحصل. وفي بعض النساء متسلطة على بنتها كذا من الباب. أن تدرون أن النساء في الجاهلية يعني فيه قصص والله العظيم، أنا أقول حنا هذه الجاهلية الآن اللي موجود، اتباع حثالة الطاقة واتباع الضرابات وسبير العجائز هذه الجاهلية فعلا. أنا بقول لكم قصة لطيفة جدا نختم بها حديثنا الليلة، وهي قصة لامرأة حكيمة يعني في الجاهلية، يعني قصة لطيفة جميلة جدا جدا. ومعروفة هذه المرأة، وهي يعني معروفة بالحكمة، وهي أمامة بنت الحارث. أنا أبغى أسمع الأمهات يسمعون عشان يعرفون كيف كانوا الناس والعرب، كيف كانت أخلاق العرب وحكمة العرب. لأن الناس صار عندهم حتى خلل في الهوية. يعني الدولة العثمانية التركية الحقيرة خلت هذه رسخت فكرة النيل من العرب ومن تاريخ العرب ومن حضارة العرب من أخلاق العرب، وأنهم كانوا قوم متوحشون. لماذا؟ لأنهم هذه الصفات كانت تنطبق على الأتراك. يعني الأتراك كانوا في أواسط آسيا، كانوا كالبهائم. ترى تركيا ما كان في شيء اسمه تركيا، لأنها كانت تحت حكم الإمبراطورية البيزنطية النصرانية، وجلبهم العرب من أواسط آسيا خلف نهر سيحون وجيحون. كانوا كالبهائم لأنهم قبائل مغولية على حدود الصين وعلى حدود وفي المغول وكذا، وكانوا يرعون في البرية. تخيل أنهم كانوا يصطادون الخراف لأنهم همج، حتى كانوا ما يعرفون يأكلون، يعني يأكلون كالحيوانات وكالبهائم. هؤلاء الأتراك اللي الحين مسوي الرومانسيين وأنهم جنتل، شوفهم الآن من أهمج ومن أقدر ومن أحقر الأعراق. تجد أمثال كثيرة عديدة عند جميع الأمم، وهم يحقرون في الأتراك نفسهم. عرق جلف متوحش غبي حقير وضيع. ولذلك شوف تعاملهم مع السياح اللي يجونهم خاصة من العرب. ليه؟ لأن التركي يشعر بالاحتقار، لأن العرب كانوا يستعبدونه، جلبوهم كعبيد وإماء. وبالتالي بعد أن تولوا واستطاعوا أنهم الدولة العباسية التي مكنت الأتراك وخاصة المعتصم، لأنه هو الذي جلبهم، لأنهم خوالة. هذا اللي مجدوه وقالوا إنه اللي جات واحدة وقالت ومعتصماه وفتح معمورية مدينة صغيرة يعني، وضخموا هذه الشخصية، لأن هذه
الشخصية النتنة التي مكنت الأتراك. فكانوا يعني يوم جاءوا الأتراك استغربوا العرب من هؤلاء الهمج الأوباش، يعني قذرين. فتأذوا الأعيان العرب، دخلوا على المعتصم قالوا فكنا في النفايات ذا اللي جايب، الله يكرمكم. فبنى لهم مدينة، هي مدينة اللي يسمونها سامراء الآن في العراق، هو سماها السرة من رأى، لأنهم كانوا في الأسواق ويدوسون الناس وهمج، ما يعرفون حتى يمشون في الشارع وفي الطرقات. فبالتالي قال خلاص حطوا لهم مدينة لحالهم واعزلوهم، لأنهم همج، العرب يتأذون منهم ويأنفون، لأن العربي راقي يعني جنتل أنيق العربي. فهؤلاء الأتراك لما تولوا وصار عندهم دولة واحتلوا البلاد العربية، دمروا تدمير ممنهج كل ما يمت للعرب بصلة من هوية ومن حضارة ومن ثقافة ومن كل شيء. حتى الحرف العربي حاربوه، لأنهم كانوا يشعرون بالنقص أمام العرب وما زالوا إلى يومك هذا. ولذلك جاء كردوغان يبغى يحسن الصورة القذرة عن طريق الإعلام وعن طريق ما يسمى بالغزو الناعم، الغزو اللوجستي المخابراتي الإعلام، يظهر التركي بأن الرومانسي الحالم وأرطغرل المقاتل، عبر ترويج هذه الأفكار والتاريخ المريض الذي لا يوجد إلا في عقول الأتراك. فجوك الناس البسطاء والناس المساكين، وكل واحد الآن بعضهم قام يسمي نفسه أرطغرل، ما يدري أن أرطغرل هذا وثني أصلا ولا سوى أي شيء، وكله كلام فاضي وكله كذب. لأن الذي علمهم والذي يدخلهم الإسلام واللي يعلمهم حتى كيف يأكلون هم المسلمين. فلذلك الناس يتعجبون لما آتي بأحداث وبحكم العرب وبأخلاقهم الرفيعة وبقصصهم العجيبة في الجاهلية. لأن هذا الأتراك وغيرهم، يعني طبعا لا ننسى اليسار المد اليساري الذي أتى في الخمسينات والستينيات مع الانقلابات العسكرية في الوطن العربي. هذا أيضا حارب الهوية العربية وحاول النيل منها وتشويه صورة العرب وتاريخهم وحضارتهم. وبالتالي نأتي إلى قصة الليلة. لكن قبل أن أخبركم أو نختم بقصة الليلة للمرأة الحكيمة، أريد أن أشير إلى أمر مهم. ترى الزوج إذا جاء كان تعبان ولا شيء لا تشبخين في حلقة، والله العظيم. ترى في الزوج ترى يحب الراحة، يحب المدح. ترى في أزواج يحبون المدح، يمكن أنا ما أحب المدح، أنا في وجهي ما أحب التسليك، أنا ذي طريقتي يعني. لكن أغلب الزواج يحب الترفيع. يعني مثلا تقولي له والله مثلا والله هو ما شاء الله عليه منتفخ، قولي ما شاء الله ضاعف يا فلان، الله وجه يستانس، هو يرتاح حتى لو ما أنت مقتنعة، عشان أنت تمشي حياتك. ليه جاء تعبان لا تشبخ في حلقة، سو كذا أنت سويت كذا، أعطيه فرصته، جهزي خليش امرأة حكيمة، لأنش راح تملكينه، لأنش راح تسحرينه بأخلاقك. لما جاء مثلا وقال مثلا جاء وقلت ما شاء الله وجهك صافي يا فلان، اللي يشوفك يقول تحط كريمات مع انه وجهه مبقع، وجهه حفر مطبات سول تلال شوارع من الداخل عادي، امدحيه قولي وجهك صافي ما شاء الله مشرق. من يوم تقولين مشرق وقولي كذا مشرق كذا، ها هو بينط خلاص بيقول هاي يلا مشينا، بيروح يشتريش ذهب عادي. فالمدح أنا قصدي أن الركادة لا الوحدة كان هذا دجاجة، لا هذه مشكلة ذي. شفتوا الزن ذا؟ فالمرأة لازم تركض، هي المطلوب منها. ليه؟ لأن ممكن تملك الزوج ذا في المستقبل، خلاص يصير عندها يعني إيش ما بغت، لأن المدح والثناء والانسحاب وقت العصبية والغضب هذه ممكن أيضا يعني يخلي الحياة هادئة وجميلة. لأن الزوج ممكن مهما كان سوءه، إذا انسحبت المرأة وكانت حيية خجلة خلاص ستملك عليه شغاف قلبه، ويعني سيكون لها عنده شأن عظيم. لماذا؟ لأن يعني استطاعت بحكمتها أنها تدير الأمور. شعراء الأرداف انتبهوا منهم، هذولا من أرذل ومن أحقر خلق الله. اللي يسوي نفسه رومانسي بعدين يروح للنساء ويقول أرسلي صورتش، أحطي مدري وين، خلني أشوف. فلا تعلق، حتى التعليق لا تعلقين عند الشعراء هؤلاء،
اللي هم هالغزل وفاتح سنابات ويتميلح بوجهه اللي كان في العادة عيش. لا تثقيه في أي رجل هو ولا غيره. ولا يخدعونكم اللي يعتنون بكل ما يدغدغ مشاعر المرأة، هذا مخادع العين، يبغى النسوان يقربون منه. يعني مثل شلة الأبراج وطبعا الشعراء الغزل وهل الغزل وكل ما يتعلق بهذا الأمر. إذا كان هناك المرأة اللي تبغى حياة سعيدة فلتحتفظ بدينها وبأخلاقها ولتخلص لزوجها، وإن لم تكن قد تزوجت فلتخلص لأبيها ولأخوتها ولأهلها ولسمعتها ولنفسها. هذا اللي بوصيكم به. الكلام فاضي هذا كله، والله كلهم كذابين. أنا أعرفهم من الأراذل اللي لا عندها مروءة ولا شرف ولا أخلاق. حتى بعض النساء اللي تغلط وترسل صورتها يستخدمها للابتزاز، ما عنده شرف، ما عنده مروءة، ما عنده مكارم أخلاق، لأنه وضيع نذل لا يتحلى بأخلاق العرب ولا بأخلاق الفرسان والرجال، وبالتالي ممنوع الثقة في أي رجل أبدا. أنا عارف أن في ناس كثير من الشباب ذولا وكثير من السرابيت بتضايق من كلامي ذا، ولكن هذا الواقع وهذه الحقيقة. وسبحان الله يرضى على نساء الناس وما يرضى على محارمه ونسوانه، ما يبغى حد حتى يشبع فيهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أترضاه لأمك أترضاه لأختك، يوم جاء الشاب اللي يبغى يزني. هذه قاعدة، من أراد أن الله يحسن عرضه وشرفه فليكن صادقا مع نفسه ومع أعراض الناس وأعراض الرجال وأعراض المسلمين. والآن نختم مع هذه القصة الجميلة الرائعة لأمامة بنت الحارث الشيبانية، هذه المرأة الحكيمة التي يجب أن تكون قدوة للمسلمات، وهي كانت امرأة جاهلية. أمامة بنت الحارث هذه وزوجها عوف بن محلم الشيباني، وكلهم يعني يمتازون بالحكمة. كان عندها بنت اسمها تلقب بأم إياس بارعة الجمال، يعني وفاقت شهرتها يعني كل النساء المحيطات بها، بل إن بلغت شهرتها ملك كنده الحارث بن عوف الحارث بن عمرو. الحارث بن عمرو هذا ملك كنده سمع بها، والرجال يعني شغف بها حتى أن أرسل وحده يقال لها عصام، وراحت وشافتها طبعا ما ودي أقول كلام عصام لأنه كلام طويل. فلما شافتها انبهرت، فلما أخبرت الملك ذا الحارث بن عوف خلاص قال أنا أبغاها. المهم جاء الملك وخطب ووافقوا. فاسمعوا وصية المرأة الجاهلية يا نساء يا نسوان يا كبار يا عجائز، اسمعوا هذا الكلام. وأيضا هذا كلام للنساء أيضا. شوفوا الحكمة، شوفوا نساء العرب، شوفوا العرب يا جماعة، عشان تعرفون أنكم من سلالة أصفى وأنقى وأفضل الأعراق هم العرب. ويكفينا شرفا وفخرا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشر كان من العرب، وكان سيد العرب عليه سلام الله. فتقول أنت يا أمامة بنت الحارث توصي ابنتها، تقول أي بنية، تقول يا بنتي إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك. تقول لو الوصية بتترك اللي صاحب أدب ما يعني إني أنت اللي مثلش ما يحتاج أن يوصيها، هذا معنى الكلام. ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. شوفوا، ولو إن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. تقول أنت ما أنت على عازة، يعني أنت مرتاحة، أهلش بخير وأنت بخير، ولكن هذه سنة الحياة.
ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه. تقول أنت طلعتي الآن من بيتك ورحت الرجال ما تعرفينه، وبيت ما ألفتيه ولا عرفتيه، ما تعودتي عليه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. هذه الأزواج إذا صرتي له أمة ويصير لك عبد. شوفوا هذا الكلام: يا بني احملي عني 10 خصال تكن لك ذكرا وذخرا، وكوني له أمة يكن لك عبدا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. تكونين له خاشعة وتكونين قنوعة وتسمعين وتطيعين عشان تملكينه. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموقع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. الله على الكلام والوصايا. تقول لا يشوف من الشيء قبيح، ودائما دائما ضبطي ملابسه، دائما جهزي له الشازين، دائما قدمي له. هذه أمور تملك شغاف القلب عند الرجل. فشوف هذه الوصايا: فالتفقد لموقع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. يعني بعض النسوان للحين أنا مزينت لك، أنا ما مسويه، وهو جاي يعني جويع تعبان، ثم يتغثى، ثم يقبل العيال يصفق وجهه، تجاوزون الشعر، تقعد تبكي، تقعد ومشغلها شيلة حزينة على أساس أنها يعني ابتليت بذا الزوج، وهي المشكلة عندها. ولا لينام ينسى في حالة نومه دقته، أما رسالت عليه غرير ولا دقته، ما تهيئ له الأجواء هذه أيضا. فتقول لك يعني فيجب يعني تهيئ هذه الأجواء. من بعض الناس حتى يعني في لبسه، في ملابسه، في شكله، حتى المرأة لما جات تجي ومنظرها لزوجها يسر الناظرين. بعضهم تلبس ملابس كذا ما ادري كيف قايله، وما اختيارها ما ادري كيف، ولا تطنش يعني ما همها دامها زوجها عادي. فلما طلعت الفرقان المسايير لبست على سنقة 10. ولا جاتك لما جلست مع زوجها لبست مخطط أبيض وأسود، كان داخل السجن الأمريكي. المهم نكمل مع وصايا هذه المرأة الحكيمة. فتقول: وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، والإرعاء بحشمه وعياله، رعاية الحشم والعيال. وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. تذكرون حديث رسول الله اللي قلت لكم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع. فهنا تقول لك: وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. لأن في ذا الحين لما عطاها زوجها دراهم ولا شيء ولا دمرتها، على أساس هي تفكر إنه إذا خربت اللي عنده ما عاد يفكر بالزوجة الثانية. شو هذا التفكير السقيم؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش التصرفات ذي؟ وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا، ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. انتهى كلام هذه الحكيمة. تقول إذا شفتي مستانس لا تنكدين عليه. هذه من الأمور اللي تدمر الحياة الزوجية، وما عاد يدانيش. ولا تقعدين. طيب بعض النسوان خبل ترى،
ما قد زوجي هذا الحين متضايق ولا مكتئب ولا مر بأزمة، قامت تتصل في التليفون، ايش صار ابشر تضحك خبل، ما معها قلب، القفل مكسور. فشوف حكم هذه المرأة، وهذه المرأة، شوف هذه المرأة توصي بنتها. بعض النساء بالعكس تماما، توصي بنتها تخرب بيتها مع ان زوجها صالح ومحترم. نختم بهذه القصة العجيبة اللطيفة الجميلة. صلوا على المصطفى المختار وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك يا رب وأتوب إليك.